السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، إني أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجتين في دقيقة كده، في دقايق إن شاء الله. هنتكلم على أول حاجة الرجيم اللي إحنا عملناه الأسبوع اللي فات، اللي هو الرجيم الكندي، ونتائجه وجاب نتائج إزاي وإيه مميزاته. وهنعمل في آخر الحلقة رجيم جديد اسمه رجيم البتنجال. رجيم البتنجال يقدر يخسسك 4 أو 5 كيلو في الأسبوع. ده طبيا مستحيل، بس بفضل الله عمك حبيبك البتنجال هيعمل كده. أول حاجة إحنا عملنا الأسبوع اللي فات رجيم كندي. أنا عندي متابعة ست كريمة كده كانت بتخس معايا وخست معايا كتير جدا الحمد لله جدا، وعرضت صورها بسم الله ما شاء الله. فالمهم راحت لحد في كندا بقى كده، يعني بتغير كده، فاداها رجيم كندي. الرجيم الكندي ده عبارة عن أجبان وبيض، أجبان وبيض، وفيه كارب صغير. بس أنا حطيت التاتش المصري عليه، يعني حطيت فيه حاجات كده صغيرة. يعني بصوا ده الرجيم الكندي. الرجيم الكندي 5-6 بيضات وأجبان. بصوا ده بيض، ده بيض وأجبان خلاص. وانا حطيت عليه بقسماط. محدش يشتم، هنتكلم بالعقل، نتكلم بالايه؟ بالعقل. اول حاجه والله العظيم دولة انا وزنهم عند بتاع المخبز، دولة تقريبا 20 جرام 20 جرام. انت ليك في الكيتو 50 جرام كربوهيدرات. طيب رجيم البيض ده والجبنه، انت ما بتاكلش خضار بس، ادي جبنه رومي وادي بيض عليه كركم وفلفل اسود. انت ما بتاخدش كارب خالص، ما بتاكلش. احنا بناخد الكربوهيدرات اللي فين؟ اللي في الخضار. في الرجيم ده مفيش خضار. الرجيم ده جاب نتائج ايه؟ ناس خست 4 كيلو، ناس خست 3 كيلو و2 كيلو، وكسر الميزان. اقسم بالله اشهد الله، انا عندي ست 70 سنة تقريبا، عشان تقريبا 70 سنة خلاص. وزنها ما كانش بينزل خالص. السن لما عملت الرجيم ده تقريبا خست تقريبا ل 2 ل 3 كيلو، مش فاكر، او 4 كمان خلاص. فاحنا معانا رجيم خارق. اللي فات ده عبارة عن ايه؟ بتفطر 3 بيضات او 4 بيضات و100 جرام جبنة. ده فطار وغدا وممكن عشاء كمان. وبتشرب كل المشروبات اللي في الدنيا، قرفة بقى، كمون، كراوية، نعناع، ينسون، اشوجان، براحتك. الرجيم ده جاب الحمد لله 4-3 كيلو الحمد لله. طب خلصنا الرجيم ده بقى، نخش على رجيم تاني. انا كل اسبوع بعمل رجيم شكل. من لا يتجدد يتبدد. فانا لو ما غيرتش في الرجيم هيحصل لك حاجه اسمها تابلو، يعني ثبات وزن. وزنك هيفضل زي ما هو، وهتقول لي بقى يا ميسيو، يا دكتوره خديجه، يا ماجده، الناس اللي بتساعدني، يا حاجه حياه، ده انا وزني ما بينزلش. الحاجه حياه نزلت معايا تقريبا والله 70 كيلو، دي الاسطوره. طيب لو انت عايز تغير على طول، غير نظام الاكل. يعني مره كارنيفور، مره انا عامل رجيم اسمه اوميجا 3، مره رجيم بيض، مره انا عامل رجيم كارنيفور بالمانجا، محدش عامله في الدنيا والناس خست عليه. طيب احنا بقى في الرجيم الجديد. ايه الرجيم الجديد ده؟ اكتر رجيم بعمله من 5 سنين وبيجيب نتيجه حلوه جدا مع الناس. رجيم اسمه ايه؟ اسمه رجيم البتنجال. اول حاجه البتنجال ليه فوائد رهيبه في التخسيس. مش مصدقني؟ اكتب على جوجل كده فوائد البتنجال للتخسيس، هتلاقي حاجات كده خزعبليه، يعني حاجات كده جميله. اول حاجه احنا مش هنحط بتنجال في الزيت، لا، احنا هنعمل بتنجال في السمنه، هنشويه، هناكله مخلل، هنحطه في طبق مسقعه مثلا باللحمه المفرومه، طبق مثلا فراخ بالبتنجال. يعني بص، عيش حياتك بتنجال. الوجبه اللي هي الغدا خلاص، غدا بقى بتنجال مخلل، مسقعه، مشوي، مسلوق، بابا غنوج، ام غنوج، وليله حلوه سعادتك خلاص.
لو كلت بتنجان اكتر من 200 جرام في اليوم، خلاص، مع الوجبات العاديه اللي هي البيض والجبنه ومش عارف ايه، هتبص تلاقي ميزانك مش هتتحرك. الميزان مش هيتحرك، الميزان هيتكسر. مع المشروب الجميل ده. ايه المشروب الجميل ده؟ المشروب ده كركديه. حلو. قبل ما اشرب الكركديه بس عايز اقول لكم على حاجه. طيب في دكتور محترم، دكتور محترم جدا، بيقول لي انت عامل سنانك فين؟ قلت له انا مش عامل سناني. قال لي لا يا ابني، ده انا دكتور. مش انت عامل سنانك فين؟ اقسم بالله واشهد الله انا مش عامل سناني حاجه، ولا فيلر ولا سمايل هوليود ولا الكلام الفاضي ده. انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ده سواك اهو. عليكم بالسواك كل صلاه اهو، زي الفل. انا عندي 45 سنه، اقسم بالله ولا عملت فيلر ولا عملت ولا اي حاجه من الحاجات دي. خلاص، سواك وشويه معجون وشكرا، وسيب السكر. طيب المشروب ده بقى حلو جدا في التخسيس. ايه المشروب ده؟ المشروب ده كركديه. ده روعه للتخسيس، روعه للبشره، روعه لخساره الوزن، روعه بيوطي لك الضغط. ده حاجه كده يعني، حاجه كده اسطوريه. لو سمحت خد ده، اشرب مجه او مجين طيب في اليوم. طيب احنا هنتكلم على رجيم البتنجال. ازاي اعمل رجيم البتنجال واخس؟ اول حاجه الفطار خد لك بيضه او بيضتين وحته جبنه، خلاص زي ما انت متعود. جميل. الغدا بقى بتنجال مقلي، مشوي، باب غنوج، ام غنوج، اي حاجه، مع لحمه، فراخ، سمك، اللي انت عايزه. خلاص. لو خليت البتنجال وجبه رئيسيه عندك، انت هتخس كتير جدا جدا. هنجرب الاسبوع ده بتنجال بقى رومي، بتنجال اي حاجه. جرب البتنجال ده، هتلاقي نزول صاروخ ان شاء الله في الوزن. ولو مشيت ساعة انت بتتكلم في 4، في 3، في 5 كيلو. خلاص. لو خدت فص توم الصبح انت بتتكلم في نتائج روعة. لو كلت بصل وكلت اكلات حارقة، ده هتبقى حلو قوي. الاكلات الحارقة التوم والبصل والكركم والزنجبيل واللحمة الضاني، خلاص، وديوك الشرايح، الديوك الرومي، في اكلات كده يعني اكلات خارقه. خلاص. منها كمان السوبر فود اللي هو الطماطم. لو عايز تاكل طماطم، وما تقوليش طماطم من الدكتور مناعه. الطماطم ممكن تاكل طماطم واحده 2، ممكن تاكل جزره، ممكن تاكل اي اللي انت عايزه. جرب الرجيم ده، وان شاء الله يوم الخميس الجاي زي دلوقتي هعمل لك حلقه تاني على النتائج اللي جت في رجيم البتنجال ده. بالنسبة للناس اللي عايزة تتابع معايا خاص في الجروبات، كلمني، الجروب مفتوح لأي حد. أدخلك إن شاء الله وأتابعك إن شاء الله، أنا والناس اللي شغالة معايا. خلاص، لوجه الله الكريم. عايز تجيب كيلو بن هدية لأخوك برضو، مش هقول لك لا. خلاص، أنت حبيبي. اشرب كركديه، هدي نفسك كده وخليك كده حلو، واستمتع بالحياة. واتفرج على حلقة الدكتور كريم النهارده، كان عامل حلقة روعة روعة روعة. خلاص، اتفرج عليها، وان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. وادعوا لي دعوة حلوة كده. انا بحبكم في الله. اشترك في القناة وسمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.